معلومات، وهي فتح تحقيقات والمراقبة البصرية حول ابن أخ الجنرال مجدوب والابن تاعو المتواجد في دبي. اسمع ابني، الجنرال كحال مجدوب ولد خوك راه تحت المراقبة البصرية، وولدك حتى هو راه تحت المراقبة والمتابعة في دبي من طرف جماعة البياس اللي راهم في السفارة في الإمارات. التحقيق اللي راه مفتوح على ولدك وولد اختك من طرف جماعة سكومي ودي دياسون. سكومي هي زمان كانوا يعيطوا لها لا سي بي ام اي، الان يسموها سكومي. نزيدك المعلومه واحده اخرى، تبون حتى انت ولدك الياس اللي من المره الاولى اللي من مرتك الاولى، خي هضرنا وقلنا متزوج زوج نساء الاولى وطلقات ومن بعد الزوجه هذه الزهره وكذا وكذا. ولدك مع المره الاولى اللي يسموه الياس حتى هو راح تحت المراقبه بين وهرن وبشار من طرف جماعه جبار مهنا. راكم تاكلوا في بعضكم ماكله والتالي ما يلحقش. الياس اللي من مرتك الاولى ياسي بوتبون فهو تحت المراقبه من طرف جماعه جبار مهنا بين وهرن وبشار. اقرا لي العنوان. اقرا لي العنوان سي محمد. هروب جنرال في الجزائر الجديده. هروب جنرال في البوطي في الجزائر الجديده. داك نعطيكم لي ديتاي. اول هروب لجنرال في الجزائر الجديده في تاريخ الجزائر يا سي محمد. اول هروب جنرال في الجزائر في تاريخ الجزائر يا سي محمد. شنقريحه راه في رعب. علاش؟ باسكو هذا الجنرال معروف بوحشيته وباجرامه. تو نعطيكم معلومات على هذا الجنرال اللي هرب. هذا الجنرال هرب لو 12 سبتمبر عن طريق بجايه جليسار فف الى الميريا، وهو متواجد في بلد اوروبي. من بعد نقول لكم وراه اكزاكتومون في البلد اللي راه متواجد فيه، ماهوش في اسبانيا حاليا. شنقريحه جاته معلومات تؤكد هروبه. دائما هما يفيقوا الروطار. هذا الجنرال كان المدير السابق لثكنة باب علي، هذه الثكنة المختصة في الهياكل والمنشآت العسكرية والبناء. وبعدها لمجاوه حبسوه، وبعدها داروا له ايستيان ممنوع مغادرة التراب الوطني. وقبل الانقضاض عليه وقبل ما يهزوه يرفدوا هذا الجنرال، واش يدير؟ يرفد دوزانو، يقلع من ضواحي ولاية بجاية بجليسر ويجبدها ويكسلها نحو إسبانيا الميريا. شفت الذباب كي راك تعيط؟ لأنك راك عارف يا ذباب عبلة، راك عارف باللي يا جماعة الديدياسو راني حاط لكم في الكوزينة. ما عندكمش حل آخر، ما عندكمش حل آخر من غير نديبوا المعايطة. ما كاش حل أن أمير ما يتشراش وما ينباعش. وإسيتوا باش نسكت. انا على بالي قعدتوا تحوسوا على شكون انترميديار يوصلكم عندي وتنيغوسي وكيفاش نحبس عليكم الضرب. مانيش طالقكم الى يوم الدين. كي بديتوا انتم لي ديمارش باش تحوسوا توصلوا عندي عن طريق ديزانترميديار، انا ما عنديش اصلا ديزانترميديار. وغير
البنطلون تاعكم اللي نهبطه لكم امام الشعب. لم يبقى لكم سوى ذبابكم كالعاده. نفس الطرق، نفس الطرق تاع بكري، ونفس العقليه تاع بكري، ونفس الهضره تاع بكري، والخانه والمازدا، ونفس الهضره، نفس الهضره، ونفس السيجيات، ونفس تقعدوا تباتوا تسخايلوا، والصباح تجوا تقعدوا تعوقوا. ما كاش حل، ما كاش حل معايا، غير نساو. المهم، في الجزائر الجديده يهرب جنرال سفيان عويس في بوطي، جنرال معروف بوحشيته وجرمه اثر صراعه. وكان هذا الجنرال يستيان ممنوع من مغادره التراب الوطني، كان يشتغل في الثكنه تاع باب علي، والثكنه هذه المختصه في المنشآت والهياكل والمنشآت العسكريه والبناء. تم توقيفه، حبسوه، انهاء مهامه، وداروا له يستيان ليهرب عن طريق البوطي من سواحل بجايه نحو الميريا بإسبانيا. بعد وصوله بدأ أرسل برسالة إلى شنقريحة. أنا خاطيني شنقريحة، أنت ها هو، قولوا بعضكم. أرسل برسالة إلى شنقريحة يهدده ويتوعده بأبنائه المتواجدين في الخارج الثلاث: ابنه شفيق شنقريحة المتواجد في باريس، بنته ميليسيا المتواجدة في نيويورك، ومن بعد دوك نتكلم لك عليها، وبنته الثالثة اللي عمري ما تكلمت عليها وما هدرتش عليها، وستكون معلومة حصرية للشعب الجزائري. بنت شنقريحة الثالثة المتواجدة في لندن، وهي مديرة فرع من فروع سوناتراك. هناك كاين فرع تاع سوناتراك في بريطانيا، وهو فرع تجاري. وبوصبع اقعد تهايط في لي كومونتير. بنات سيادك راهم في ليترونجي وعايشين بدراهم كحله، عايشين بدراهم الشعب الجزائري، وانت بوصبع اقعد تتبع في ذباب دي اسود، ذباب المخابرات، وانت ما عندكش حشاليله. والزوالي يبكروا به الكازيرنا تاع لي زانسومي تاع الجلفه. راك عارف شكون هرب لك يا شنقريح ولا ماكش عارف؟ راك عارف شكون هرب لك ولا ماكش عارف؟ تعرفها انت هذا سفيان عويس، تعرفها طري بيان. الليل مالكش ترقده وديروا في اجتماع طارئ. شكون اللي قاد الاجتماع هذا؟ الاجتماع الطارئ اللي وقع بين شنقريحه وجوادي وجبار مهنا ومعاد، بعد ما تاكدوا من هروبه ووصوله الى الضفه الاخرى. اجتماع طارئ وعاجل ومستعجل. هذا راه منكم واليكم، منكم وفيكم، كونوا بعضاكم. هذا راه في ليترونجي وراه منكم واليكم. دوك راكم قاعدين خايفين وتعسوا في بعضاكم، وتعسوا شنو غادي يدير لكم هذا الجنرال وش ما غاديش يدير. وراكم الليل شنقريحه الليل ماكش ترقده، لانه راح لك هو المفيد، راح لك لاولادك مباشره. والمعلومات اللي نعطي لك فيها راك عارفها باللي انت راهي عندك، هذه ماشي شي حاجه اللي غادي نعطيها لك جديده. تبون جماعه خبرتوهم ما خبرتوهمش في الصراع بيناتكم، مانيش عارف لا على بالهم ولا ما على بالهمش. المهم هذوك غادي يكون على بالهم. وناديه يا بوصبع بالمناسبه كي حكيت على ولاد شنقريحه، وكاين وحده اخرى اسمها ناديه اللي راهي في الجزائر، اللي تعمل حاليا، كانت في نادي الجيش واحد الوقت، كانت مديره فرع، دروك راهي مديره اجتماعيه للخدمات العسكريه. ناديه بنت شنقريحه. شوف ولادها كاع معاهم ما يدوش مليون و 300 على البطاله. ولاد شنقريحه يغرفوا بالغراف الكبير، يرفدوا بالغراف الكبير. والثانيه اللي هي نعطيكم معلومه حول ميليسيا اللي تكلمت عليها نهار الاول، خرجتها باللي راهي خدامه في اللي كانت في سويسرا وفي الامم المتحده، كانوا داكينها في جماعه البعثه الدائمه للامم المتحده وكذا. ميليسيا بعد ما حولوها من سويسرا الى نيويورك، اللي حولها واللي دخل لها باش مشي تدخل، هو اللي كان وسيط باش يريق لافير، هو الجنرال دحماني.
خلق لها منصب من العدم في نيويورك، طبعا منصب تابع للسفاره. خلق لها منصب من العدم باش يهربها من سويسرا، بعد ما قوى عليها الحاس وكثرنا لها النش في سويسرا وخرجنا المعلومات والناس ولات تعرفها شكون هي وتصويرتها خرجت، فلم يكن له خيار سوى تحويلها جنرال دحماني اللي قاد هذه القضيه من سويسرا الى الولايات المتحده الامريكيه وبالضبط الى نيويورك. اما بنتك الثانيه اللي تخدم مديره فرع سوناتراك التجاري بلندن تتقاضى 12,000 اورو او باوند، اكثر من اورو، 12,000 بوندا في الشهر، زائد الحمايه والامن الخاص بها، زائد السكن باطل قراطيس، زائد شوفير اش 24 والسياره الدبلوماسيه بيان سور. يحبوا الوطن، وطنيين هذو. الشعب اللي راه كاليه الزلط، الشعب اللي راه كاليه الزلط ماهوش وطني مسكين هذاك الشعبي. اما ولادكم اللي راهم ينعموا بدراهم سوناطراك وينعموا بدراهم الخزينه ويربحوا، هذوك اللي راهم وطنيين. دي اس اللي راهي حاله الاخر تاعها في دايره لي كاس النوار في لي كونسيلا وقاعدين يعبثوا بالملايين تاع الاورو غوش دروات في لي كاس النوار تاع الكونسيلا تاع لي زومباسادو تاع لي كونسيلا، هذوك وطنيين اللي ردوا البيروات تاعهم في السفارات في القنصليات بليتو، ردوهم اوكار دعاره اللي تجي مسكينه تخدم ورقه يدخلوها للبيرو يقول لها نفعلوا ونديروا معاك ونريقلوا لك اموراتك، هذوك وطنيين. الناس اللي يدافعوا عن الشعب ماهوش وطنيين، وما فهمش حتى الوطنيه. الاهم في الموضوع موضوع تسميم المياه الصالحه للشرب. خاوتي خلوا بالكم، خنشله البليده وبومرداس راني هنا كاش بلون، اي بلون ديروه يا العرايه تاع المخابرات نكشفه، راني داير لكم باراج في الطريق، اي بلون. وخير دليل اني كشفت لكم البازقه بلقائكم مع الخدامه اللي كانوا عندكم في التسعينات وسميتهم تائبين امراء وتائبين ومانيش عارف واش هما خدامين عندكم، تتحكموا فيهم بالتيليكوموند، سواء عن طريق اسماعيل العماري المقبور الله يقبره ويزيد قبر الله اكبر وجهنم وبئس المصير، او سواء اللي كانوا خدامين مع حسين بولحية اللي عاود اتصل بهم وخرجت لكم المعلومه قبل ما تحدث وقبل ما يتكلم عليها وقبل ما يخرج اي بيان، راني قلتها لكم واللهم اشهد فاني قد بلغت. والنقطه الثانيه، اول جنرال يهرب في بوطي في تاريخ الجزائر المستقله سواديزون. خلي اعطيتكم النقطه الثانيه او الثالثه حول تحويل 5 شاحنات من الاسلحه بدون علم حتى تبون، وتبون غادي يسمعها هنا ويزيد يكونفيرميها الى النيجر ومن استقبلها في النيجر وباي طريقه فاتت، وحتى قائد الناحيه العسكريه السادسه اذا راك تسمع حتى هو بدون علم، لان الاقليم تابع ليه والناحيه تابعه ليه، فقامت بها مخابرات على دي اس او بقياده جبار مهنا وطبعا الناس اللي يخدم بهم، والاوامر اوامر شنقريحيه، ويستمر الصراع وتستمر التسريبات. وديما عقابكم وما راناش حابسين. تحياتي للجميع، الى اللايف الجاي ان شاء الله بمعلومات جديده في لما انا خفت. وبالمناسبه